مشاهدينا الكرام متابعينا الجزيرة الرياضية في ملعب بورا الدولي يستضيف الرجاء الرياضي البيضاوي في مركب ابرار في مدينة أكادير نادي المغرب الفاسي في واحدة من المقابلات الممتازة في البين سفار مع الرجاء العالمي. يدخل بالتشكيلة التالية في حراسة المرمى خالد العسكري شاكو كذلك اسماعيل بن المعلم، الدائره اليسار شبيره ورشيد سليمان اللي يعوض غياب زكريا الهاشمي في قلب النابض الرجاء. الكلكم مع محمد علي بابا اللاعب السابق في قلعه المغرب الفاسي. الهجوم يعتمد الرجاء على الياس مويتيس وكذلك حمزه بورزاق اضافه الى العائد عبد الاله الحافظي الملقب بالكسيس سانشيز. اما نادي المغرب الفاسي الماس بعد الخروج المدير امام بركان واسباب عديده تتحدث عن الخروج ابرز التحكيم بقياده الحكم الدولي هو الحراش. وكذلك اليوم المغرب الفاسي بيد حراسه المرمى ياسين الحواصي، الظهير الايسر امين لشوب النجم السابق في وداد الفاس وكذا اولمبيك كوسفي. اليوم مع المغرب الفاسي يريد كتابه امجاده مع الماس مع قلعه المغرب الفاسي وكذلك مع قلب الدفاع بن كجام مع عبد الرحيم بالكجام اضافه الى اسماعيل بن العروسي وكذلك الظهير الايمن اللي هو عمر النمساوي انور عبد الملك وشمس الدين الشطايبي العميد. والهجوم مع وسام البركه وماركويس النجم السابق للرجاء وكذلك مع رضوان الجيد واحد من ابرز الحكام في الساحه الدوليه. اذا الرجاء اليوم يبحث على 3 نقاط للعوده الى ايامه وامجاده والماس بعد الانتصار الاول في البطوله من المغرب التطواني يريد الالتحاق بالزعامه والصراع على لقب البطوله.